قال العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني إن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يقودها هو تنفذ توجيهات عبد ربه منصور رئيس الجمهورية. وأضاف أن قواته شأنها شأن بقية وحدات الجيش والأمن، تأتمر بأمره وتنفذ كل ما يصدر عنه من تعليمات. جاء ذلك في تصريح لموقع 26 من سبتمبر الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، وهو التصريح الأول من نوعه لنجل صالح. قال العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني إن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يقودها هو تنفذ توجيهات عبد ربه منصور رئيس الجمهورية. وأضاف أن قواته شأنها شأن بقية وحدات الجيش والأمن، تأتمر بأمره وتنفذ كل ما يصدر عنه من تعليمات. جاء ذلك في تصريح لموقع 26 من سبتمبر الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، وهو التصريح الأول من نوعه لنجل صالح. أشكر شعبنا رجالا ونساء على الوقفة الصامتة وعلى ما تحملوا خلال 11 شهر من جوع، من انقطاع تيار، من فقدان العلاجات، من أشياء كثيرة. وأنا أحيي هذا الشعب الصامت، الشعب البطل، الشعب المناضل، شعب سبتمبر وأكتوبر. أحييكم وأطلب العفو من كل أبناء الوطن رجالا ونساء إذا كان هناك قد حصل قصور أثناء فترة ولايتي 33 سنة، فأطلب المسامحة والاعتذار من كل المواطنين اليمنيين واليمنيات. وعلينا أن نهتم بشهدائنا وجرحانا. ومرة ثانية أنقل كل التحايا إلى كل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع، وادعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء. أنا سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وأعود. وداعا أيها القائد علي الفارس الأبرع، وداعا يا بشير الخير من شعب اليمن جمعه، وداعا أيها الأب الحنون الطيب الأروع، وداعا يا زعيم جاد في التطوير والرفعة، وداعا قلتها والعين من حر الوداع تدمع، وخدي يلتهب كالنار من تأثيرة الدمعة، وداعا كلمة خلت جذور القلب تتقطع، وعقلي صار في قطعة وجسمي صار في قطعة، وداعا كل إنسان تألم حين لك ودع، وعرش الحكم جاه القهر محزن ساعة الودعة، وداعا قالها ابن الجرف يا فندم علي تسمع، نحت اسمك على صدري بخط النسخ والرقعة. الشهيد علي عبد الله صالح، تمنياتي بأن اليمن تعود يعني أفضل مما كانت عليه. تمنياتي بأن كل الدول العربية تتكاتف معنا وتنقذنا مما احنا فيه، وتدحر ميليشيات الحوثي وتخلصنا من الإجرام اللي هم والنهج اللي هم ماشيين لقد كنت الزعيم الأب والإنسان ذي وسع، ونلت الشكر والتقدير والعرفان من شرعه، بنيت الشعب في الماضي وخرجته من الأبشع، حقنت الدم في الآخر دفعت الكارثة دفعه، قلوب حاقده كانت لقرع الحرب تتوقع، وكل أعداءنا مستنظرين اللحظة البشعة، ولكن فوجئوا بالقهر يوم قالوا علي وقع، ولا كادت مسامعهم تطق هذا الخبر سمعه، وبعض المقرضين قالوا أكيد إنه بيت لكوى. وداعا أيها القائد علي الفارس الأبرع، وداعا يا بشير الخير من شعب اليمن جمعه، وداعا أيها الأب الحنون الطيب الأروع، وداعا يا زعيم جاد في التطوير والرفعة، وداعا قلتها والعين من حر الوداع تدمع، وخدي يلتهب كالنار من تأثيرة الدمعة، وداعا كلمة خلت جذور القلب تتقطع، وعقلي صار في قطعة وجسمي صار في قطعة، وداعا كل إنسان تألم حين لك ودع، وعرش الحكم جاه القهر محزن ساعة الودعة، وداعا قالها ابن الجرف يا فندم علي تسمع، نحت اسمك على صدري بخط النسخ والرقعة. لقد كنت الزعيم الأب والإنسان ذي وسع، ونلت الشكر والتقدير والعرفان من شرعه، بنيت الشعب في الماضي وخرجته من الأبشع، حقنت الدم في الآخر دفعت الكارثة دفعه، قلوب حاقده كانت لقرع الحرب تتوقع، وكل أعداءنا مستنظرين اللحظة البشعة، ولكن فوجئوا بالقهر يوم قالوا علي
وقع ولا كادت مسامعهم تطق هذا الخبر سمعه. وبعض المقرضين قالوا أكيد إنه بيتلكوى، وتوقيع اتفاق الصلح كانت منها الخدعة، ولكن حين طبقنا اتفاق الصلح قد شرع بقتل المقرضين القاضية والحسم والسرعة. نعم هذا هو الإنسان والرمز الذي سطه، وهو فخر اليمن والعز والتعزيز من نبعه. لقد قال الوطن أقلى ولو يخسر ولو يدفع، وهم الدم لا يسفك وشاف الصلح في سبع. أقسم لكم بالله إن من يفرح بموت علي عبد الله صالح علي الحرام إنه ما يدخلها الخزي والعار لا داخلي. والله يا شعب اليمن والله إذا كان هناك قد حصل قصور أثناء فترة ولايتي 33 سنة، فأطلب المسامحة والاعتذار من كل المواطنين اليمنيين واليمنيات.